شخصيتنا النهاردة شخصية عظيمة جدا، وفي رحلة البحث والقراءة والاطلاع على الشخصية قد ايه عرفت ان في مصريين وشخصيات مصرية عظيمة جدا لازم نبرزها ولازم نظهرها ولازم نتكلم عنها. والشخصية العظيمة دي رفاعة الطهطاوي، وفي حلقتنا هنعرف حكايتنا. هو رافع الطهطاوي مواليد 15 اكتوبر سنة 1801. هي السنة دي مش بتفكركم بحاجة؟ ما هو السنة دي اللي خرجت فيها الحملة الفرنسية عن مصر نهائيا، سنة 1801. رفاعة الطهطاوي مواليد قرية طهطا، ودي أحد قرى محافظة سوهاج. والده كان من الأشراف، يعني نسبه الأصلي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مش بس كده، ده كمان اتولد قبل ما محمد علي باشا يمسك الحكم ب4 سنين، وفي الصغر حفظ القرآن الكريم كاملة، ده طبعا بتوجيهات وعناية من والده، لأن هو كان مهتم جدا بحفظه للقرآن الكريم. نسب الأشراف بقى اللي كان بينتمي ليهم والد الشيخ رفاعة الطهطاوي كان ليهم امتيازات مالية عظيمة جدا بتتمثل في حاجة اسمها الالتزامات. الالتزامات دي يعني كانوا بيمنحوهم أراضي زراعية تبقى ملكهم، يعني كانوا طبقة علوي بسم الله ما شاء الله. ولما مسك محمد علي باشا الحكم لغى كل الامتيازات المالية اللي كانت بتمنح للأشراف أو نسب الأشراف، فبدأ تتدهور بيهم الأحوال المادية لغاية ما ضاقت خالص عليهم. فأبوه ما عجبوش الحال، فراح واخد ابنه وأسرته وراحوا بدأوا يتنقلوا من القرى، من قرية لقرية، علشان خاطر يستقروا في وضع معين. وفي الفترة اللي كانوا بيتنقلوا فيها من قرية لقرية بحثا عن لقمة العيش والاستقرار، طبعا أجاد فيها الشيخ رفاعة الطهطاوي القراءة والكتابة. ده مش بس كده، ده أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. وبعد وفاة والده قررت والدته ان هم يرجعوا تاني لطهطا اللي هي مسقط رأس رفاعة الطهطاوي. بس في الفترة دي كان اللي بيعتني بيه اخواله اللي هم اخوات والدته، واعتنوا برفاعة الطهطاوي بشكل جميل جدا، لان كان في منهم الشيوخ والعلماء، وبعض منهم كان عنده ملكة شروح النحو، يعني كان جو علمي بحت. ولما تم رفاعة الطهطاوي سن 16 سنة سنة 1817 قررت والدته واخواله انهم يبعتوه يكمل دراسته في الازهر، وهناك راح للازهر في الترم الثاني، يعني فاته ترم بحاله. بس دي ملحوقة لان اخواله كانوا شيوخ وعلماء طبعا زي ما قلنا، فكانوا على قدر كبير من العلوم الدينية، فعرف ان هو يلم اللي فاته من الترم. ده مش بس كده، ده لما رجع اجازة أبهرهم في المساجد وفي مجالس العلم بالحاجات اللي هو عارفها في الجزء أو الفترة القليلة اللي قعد فيها في جامع الأزهر، فكانوا منبهرين بيه جدا. في السنة اللي بعدها قرر إن هو ينتظم من أول يوم علشان ما يفوتوش حاجة زي ما حصل معاه قبل كده. فضل على الحال ده لمدة 6 سنين، وبعدها اتأهل وبقى عالم من علماء الأزهر بسم الله ما شاء الله. الطهطاوي عرف مجموعة من التفسيرات على ايد مجموعة من مشايخ الازهر لا يستهان بها، يعني عندك صحيح البخاري عرفوا على ايد الشيخ الفضالي، وجامع الجوامع عرفوا على ايد الشيخ حسن الأويسني، والحكم على ايد الشيخ البخاري، وتفسير الجلالين على ايد الشيخ البنا وشهاب الدين الدمياطي، وغيرهم من مجموعة من مشايخ الازهر. ولكن من اعظم الشيوخ اللي تتلمذ على ايديهم وكان بالنسبة له الاب الروحي رفاعة الطهطاوي كان الشيخ حسن العطار، ده كان بالنسبة له قدوته ومثله الأعلى. الطهطاوي كانت ظروفه المادية لا يرثى بها، فكانت والدته بتبيع الحلويات وتوفر له فلوس لتعليمه. ده هو كمان مسكين ما كانش بيسكت، كان بيدي دروس جنب مدرسته أو دراسته في الأزهر، فكان بيروح لحسين بيه اللي هو ابن طوز أغلو علشان خاطر يقراله. ده جانب ان هو كان بيدرس في مدرسة محمد لازغلي اللي كان بيتعلم فيها ولاد المماليك. وسنة 1821 اتخرج رفاعة الطهطاوي من جامع الازهر، بس ما انتهتش الرحلة عند كده، وقتها كان عنده 21 سنة، فبدأ يدي دروس في جامع الازهر، فكان بيدي الحديث والبيان والمنطق. وزي ما قال صالح مجدي ده احد تلاميذ رفاعة الطهطاوي ان دروسه او دروس رفاعة في جامع الازهر كانت متميزة بالجم الغفير، لانه كان اسلوبه سهل التعبير وكان محقق ومدقق، لدرجة ان في يوم من الايام خاله فراج الانصاري اندس كده بين التلاميذ والطلبة بتوع الشيخ رفاعة الطهطاوي
في الجلسة أو الدرس في جامع الأزهر، ومرة واحدة راح مزعق وقال له لقد بلغت في العلم درجة الأعلام، يعني ده انت وصلت لدرجة علمية عالية جدا في العلوم الدينية. الطهطاوي انبسط جدا من اللي قاله خاله فراج الأنصاري عنه، وحس في قرارة نفسه كده، وكان بيكلم نفسه وقال له انا اجي فين فيك يا خال. الظروف المادية مع الطهطاوي برضو ما تحسنتش، لدرجة ان هو ساب تدريسه ومهنته اللي بيحبها في الازهر واتجه للميري. والله ودخل في سلك العسكرية وفي الجيش. ما نساش مهمته الأساسية، هو كان برضو إمام وواعظ، وفضل في الوظيفة دي لغاية سنة 1826. وفي سنة 1826 بقى قررت الحكومة إفاد مجموعة كبيرة من بعثتها لفرنسا علشان يطلبوا هناك العلم الحديث، وبعتوا 42 دارس في الأول، وبعدين انضم لهم وبقوا 114 باعث، يعني عدد لا يستهان به. وهناك في البعثة اتقسموا أفراد البعثة لتخصصات، فكان منهم تخصصات في الإدارة الحربية والإدارة الملكية وفي الكيمياء وفي الطب البشري وفي الطب البيطري وفي الرسم والعمارة والترجمة، وغيرهم طبعا من التخصصات اللي لا حصر لها ولا عدد. في البداية رفاعة الطهطاوي ما كانش رايح البعثة ولا سمع عنها اصلا، بس اللي رشحه للبعثة دي كان الشيخ حسن العطار اللي تتلمذ على ايده، وقال للقائمين على ادارة البعثة قال لهم لا انتوا لازم يكون معاكم حد يقوم بدور واعظ. فعلا راح رفاعة الطهطاوي على متن السفينة الحربية لاترويت اللي ارسلها محمد علي باشا لبعثة فرنسا. الطهطاوي كان محب للقراءة جدا، لدرجة ان عينه الشمال ضعفت من كتر القراية، والدكتور قال له هون على نفسك شوية وحاول من وقت للتاني تسيب الكتاب، بس طبعا لا حياة لمن تنادي، ده القراءة يا جماعة. وسنة 1828 كان أول امتحان للبعثة المصرية في فرنسا، وطبعا حضرها كبار فرنسا، وكالعادة الطهطاوي كان من الناجحين، ومش بس كده ده المتفوقين كمان، فكمكافأة ليه بعتوه رحلة لليونان. وقتها أجاد فعلا الطهطاوي ترجمة الكتب من الفرنسية للعربية. وسنة 1829 كان تاني امتحان للبعثة المصرية في فرنسا، وكالعادة الطهطاوي كان من الناجحين، بس المرة دي المكافأة كانت عظيمة جدا. كان كتابين أهداهم ليه أستاذه اللي كان على رأس علماء الاستشراق سيلفستر ديساس، اللي أهداه كان كتاب اسمه الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وكان الكتاب التاني كان اسمه جامع الشذور من منطوق ومنثور. سنة 1930 كان الامتحان النهائي للبعثة المصرية في فرنسا، وقتها الطهطاوي قدم 12 كتاب مترجم، غير انه قدم كتاب عن رحلته في باريس وسماه تخليص الإبريز في تلخيص باريس. وقتها لجنة الامتحان قالت لك لا احنا مش لاقيين له حل، تعال اما نمتحنه شفوي بقى. جابوا له بقى كتب من مطبعة بولاق وجريدة الوقائع المصرية وقالوا له ترجمها بقى بس شفوي علشان نشوف اجابته للغة. بس على مين؟ ده الطهطاوي ترجم كل اللي قالوه من العربية للفرنسية. وقتها لجنة الامتحان انبهرت بيه جدا، وكتبوا في التقرير ان الممتحن يمكنه ان ينفع دولته. واستاذه سيلفستر ديساس كتب في تقريره عن كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريس، قال ان دي تربيته عظيمة، يعني دي تربيتي وحقت فيه التربية، وانسان ينفع ان دولته تنتفع بيه. سنة 1931 رجع الطهطاوي لمصر، بس كانت سبقته تقارير اساتذته عن تفوقه في البعثة. كان معاه كتاب لخص فيه رحلته في فرنسا، لان كان موصيه الشيخ حسن عطار انه يكتب كل حاجة حصلت له منذ طلوعه من مصر لوصوله لفرنسا. وفعلا كتب الكتاب وكمان ترجمه. ده مش بس كده، ده قدموه لمحمد علي باشا، وأمر محمد علي باشا بترجمته للتركية وتوزيعه على الدواوين. أول ما رجع طهطاوي من فرنسا مسك أول وظيفة ليه كان مترجم في مدرسة الطب، وسنة 1833 اتنقل من مترجم في مدرسة الطب لمترجم في مدرسة المدفعية علشان يترجم الكتب العلوم العسكرية. الطهطاوي في رحلة ترقياته كان بيحلم بمجموعة كده من المدارس ذات الطابع العلمي. في سنة 1834 ينتشر مرض الطاعون، وياخد رفاعة الطهطاوي بعضه ويرجع لطهطا اللي هي مسقط رأسه، ويقعد هناك 6 شهور. في ال6 شهور دي طبعا ما ضيعهاش هباء، ترجم كتاب عن الجغرافيا قعد فيه 2 شهر، ولما رجع مصر أو القاهرة
فقدمه لمحمد علي باشا، فقال له انت لازم تاخد مكافأة مالية، وراح عطاله فعلا المكافأة. طبعا طهطاوي كان وقتها قريب من محمد علي باشا، فاقترح عليه ان هو ينقله من مترجم من مدرسة الطبجية او المدفعية، فطبعا محمد علي وافق. وبعدها كان مقترح ان هو ينشئ مدرسة الترجمة اللي هي الألسن حاليا، وطبعا برضو محمد علي باشا وافق. طهطاوي أنشأ مدارس كتير ومسك مناصب كتير، ما اقتصرش دوره على الجهة التعليمية بس أو الجهة اللي هي كان شايف نفسه فيها، لأ ده كمان أنشأ أول متحف للآثار المصرية، وحرص كل الحرص انه يجمع الآثار اللي متناثرة بين محافظات مصر وبين القرى علشان يجمعها ويرممها ويعمل على حماية الآثار. ده مش بس كده، كمان ده كان أنشأ أول جريدة مصرية. كده بقى مش الوقائع المصرية كانت أول جريدة مصرية؟ عن لسان صالح مجدي أحد تلاميذ رفاعة الطهطاوي قال إن هو أصدر أول جريدة مصرية، ولكن تصحيحا للأمر فرفاعة الطهطاوي أول من دخل المقال السياسي لجريدة الوقائع المصرية، ولكن جريدة الوقائع المصرية هي أول جريدة مصرية تصدر في الجرائد. في سنة 1848 توفي حاكم مصر إبراهيم باشا، ده بقى كان بالنسبة له رفاعة الطهطاوي فرخة بكشك، وتولى الحكم من بعده عباس الأول أو الخديوي عباس الأول. في الفترة دي كان محمد علي باشا في حالة مرضية لا يرثى بها، وتوفي سنة 1849. عباس الأول أخذ راحته على الآخر، راح نفى الطهطاوي للخرطوم في السودان، وعين مكانه علي مبارك. لقاهم الاتنين على خلاف مع بعض وفي تنافس ما بينهم، قال لك لا ودي ده السودان وتعالى انت اقعد هنا في مصر. ده مش بس كده، راح حاطط ايده على مدرسة الألسن وراح لغى قسم الفقه فيها، ده غير انه فصل منها طلاب كتير. مش بس كده برضو، لا ده راح نقلها من الأزبكية للناصرية وبعدين قفلها خالص. حتى الجيش ما سلمش منه، المفروض ان الجيش ده الواجهة الدفاعية عن البلد او عن الوطن، لا ده خلاه للدفاع عنه هو شخصيا او الجيش الشخصي ليه هو. في الفترة دي حصلت نكسة في كل الحاجات والتغيرات اللي عملها الطهطاوي في مصر، فكل اللي عمله بدأ ينهار او يتهد. ولكن الموضوع ما طولش على ايد الخديوي السعيد، فرجع الطهطاوي تاني وبدأ الموضوع ينشنش. وبرضه في عهد الخديوي اسماعيل بدأوا يدخلوه في الأمور السياسية والاجتماعية، ولكن الطهطاوي كان بيتعامل بفكره الليبرالي للوصول للديمقراطية. ولكن في التعليم كان دوره عظيم جدا، يعني نشهد له ان كان دوره في التعليم لا يستهان به. في الفترة دي كان حريص كل الحرص على معرفة الولاد أصول القراءة والكتابة والعقائد الدينية بتاعتهم وأصول الحساب كمان، وكان مسميها مرحلة المعارف الابتدائية. في الفترة دي كانوا بيتعاملوا بحاجة اسمها طبقية التعليم، يعني كل ولد بيتعلم حسب حرفة أبوه، يعني ابن الفلاح هيبقى فلاح، وابن النجار هيبقى نجار، وابن الشيخ برضه هيبقى شيخ. فكان الطهطاوي بيرفض الموقف الإقطاعي ده، لا يا جماعة انتوا ما تضيقوش الخناق على التعليم بالشكل ده، فكل واحد يتعلم حسب ذكائه وحسب وصوله للمرحلة اللي هو عايز يوصل لها. فقسم التعليم لثلاث أقسام: مرحلة التعليم الأولى ومرحلة التعليم الثانوي ودرجة العلوم العليا. مرحلة التعليم الأولى هو كان شايف ان دي فرض على كل الأولاد، يعني أيا كان فقير أو غني فلازم الكل سواسية في مرحلة التعليم الأولى، ودي حق من حقوق أي طالب. أما الثانوي فكانت بتتوقف على تفوقه في مرحلة التعليم الأولى، ودي كانت برضو يعني بين ان هو هيدخل ثانوي ولا لا. اما درجة علوم العليا فكانت بتتوقف على ميسورين الحال او اللي معاهم الفلوس او الاغنياء بمعنى اصح. من وجهة نظر الطهطاوي ان الذكاء دي بالفطرة، يعني حاجة كده مخلوق بيها، اما التربية فبتنمي العقول وبتحسن الادراكات، وكانت وجهة نظره سليمة. ودي كانت حلقتنا عن الشيخ رفاعة الطهطاوي، واحد من ابر الابناء بامته العربية، مصري صعيدي، شيخ أزهري معمم، ضم الفكر الإسلامي والثقافي بعض من كنوز الفكر الفرنسي. وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم من أعرف التاريخ.